بعد الفيديو دوت انت هتبتدي تشك في كل حاجه حواليك، اي حاجه بتشوفها بتسمعها في الميديا لازم تدقق كويس فيها. بس انا عايزك تكمل معايا الفيديو ده للاخر. من فتره انتشر الترند دوت، حبك سفاح مغرم، ترند ظريف ولطيف وضحكنا عليه تمام، فانا ما كنتش عارف الاغنيه دي اصلا بتاعت مين، لحد ما بالصدفه برضه طلع لي الفيديو دوت. حبك سفاح مجرم وماسك، فاكتشفت ان الاغنيه بتاعت نانسي عجرم. لحد كده تمام، فدخلت على اليوتيوب عشان اسمعها، قلت اسمع النسخه كامله منها يعني، فطلع لي الفيديو كليب. بس انا الفيديو اللي شفته كان بتاع فيديو الحفله، او هي كانت بتغني في برنامج ما اعرفش، فضغطت على الفيديو بتاع الحفله. بالصدفه بقى هبص الاقي المسرح، ركز على المسرح سيبك من الكليب، وبصوا كده طيب لاحظتوا انتوا بقى في الفيديو؟ لو انت ما لاحظتش خليني انا اقول لك، هل من المنطقي ان انا الاقي العين اللي موجوده في نص الهرم الماسوني؟ لا، واللي بيصور كمان تحسه ان هو مش بيصورهم، هو بيصور المسرح بس. كمان لو جيت عديت درجات السلم اللي ورا هتلاقي ان هم 13 درجه، ودي نفس عدد درجات الماسونيه، واخر درجه فيهم فوق اللي هو المسيخ الدجال اللي هو العين. خد بالك ان الاسلوب ده مش جديد، يعني الاسلوب ده كده كده متبع هناك في بلاد بره، فبعد كده حاول ما تسلمش باي حاجه انت شايفها.